شكله تحفة وريحته خطيرة. مع اهلا، يلا نعمل فطار صحي وتحفة. حلومي تشيز. هعمل حلومي ساندوتش خطير يا جماعة، لازم تجربوه. انا اي نعم مش عندي كل الانجريدينتس اللي بحب استخدمها، بس انا هعمله بالحاجات الموجودة عندي وهقول لكم تحطوا ايه برضو يبقى احلى. اول حاجة طبعا هشوح الجبنة الحلوم، هقطع عدد القطع اللي انا محتاجاها وهشوحها على النار بزعتر، نقطة زيت زيتون او نقطة، او بصوا هقول لكم انا بستخدم ايه. بستخدم السبراي ده عشان ما احطش زيت كتير، هوريهولكم دلوقتي. بصوا انا بستخدم السبراي ده عشان احط قليل ما احطش زيت كتير يعني. بصوا اهو ده الزعتر اللي انا بستخدمه. انا مش عارفه ده اسمه زعتر ايه. بصوا اللي هو كده تحسوه ورق كده، معرفش ده زعتر بقى ايه، بري ولا ايه، معرفش صراحه، معرفش يفرق. هو مش زعتر محوج، مش اللي بسمسم، بس ده زعتر ايه بقى معرفش، انتوا قولولي في الكومنت. بصوا بقى شوحتها بالزعتر، ريحتها خطيره. ده هنا هجيب ده هنا. انا بحب العيش ده قوي، ده الكيتو، وبحب برضو منه اللي لونه ازرق اكتر من ده. الازرق بقى اللي هو بذر الكتان احلى من الاتنين يعني، احلى من ده، بس ده الكربوهيدرات فيه اقل. اعمل سبريد لكريمي تشيز، اي كريمي تشيز كده معلقه، وبعدين بقى هحط الحلومي تشيز. حطوا بقى، انا ما عنديش جرجير فعندي بقدونس فهحط بقدونس، هحط زيتون مخلي، سان درايد توميتوز. بصوا بقى انا هعمل ايه. اول حاجه هحاول اصفيها من الزيت على قد ما اقدر، عشان هي في زيت ملوش لازمه، كالوريز ملهاش لازمه. وهعمل كده، هاخدها في مناديل واعصرها تماما عشان احنا مش محتاجين. بصوا الزيت اللي طالع قد ايه، زيت ملوش لازمه. هحطها في المناديل ايه العظمه دي. يلا ندوق. عظمه. هقسم الساندوتش كده. بسم الله، شكله تحفه وريحته خطيره مع السان درايد توميتوز مع الحلوم، خطيره خطيره خطيره. بس ديفنتلي لو كان في جرجير او سبانخ خضرا كانت هتبقى احلى كتير من البقدونس. بس بجد تحفه، لازم تجربوا. ولو عايزين يعمل لكم وصفات صحيه اكتر اكتبولي في الكومنتس وهعمل معاكم. باي باي.